بصوا مبدئيا كده، قسما بالله اتحاسب عليه. اللي حصل في الماتش ده لا يرضي حد ولا يرضي دين ولا يرضي رب ولا يرضي اي حد نهائي. هزيمه الزمالك بالطريقه دي ما ترضيش اي حد نهائي. تحكيم ضد الزمالك. الماتش ما ينفعش. كايزر تشيفز لسه ملاعبينها ومطلعينها من الكونفدراليه، وكان ماتش جبار، كان ماتش جامد. كايزر تشيفز دي قبل كده وصلت النهائي قدام الاهلي في 2021، يعني فريق كبير. ان احنا نلعب ماتش بعديه بيومين، انتوا عايزين ايه؟ عايزين تدوسوا على الزمالك؟ عايزين ايه من الزمالك؟ انتوا بتعملوا ليه كده يعني؟ ليه وصلتونا للمرحله دي؟ يعني ليه ما يبقاش في رحمه؟ ليه ما يبقاش في رحمه ان احنا عندنا كم ايقاف، ولا كم ايقاف قيد، ولا كم زفت على. انا مش عارف هو ليه بيحصل اشمعنى الزمالك؟ يعني اشمعنى الزمالك اللي بيحصل فيه كده؟ بجد السؤال ده للجميع. انا عايز حد يرد عليا بمنطقيه، عايز حد يرد عليا بما يرضي الله. اللي بيحصل في الزمالك واللي حصل في الزمالك ده صح؟ يرضي مين؟ يرضي مين الزمالك يطلع من الكاس؟ والله العظيم، والله العظيم الماتش ده لو الزمالك مرتاح بدنيا كان زمان الزمالك صعد. الزمالك ممكن يلعب 3 ماتشات، يتغلب ال3 ماتشات، طلع من الكاس، يطلع من الكونفدراليه ويطلع من الدوري. خلاص يتغلب ماتش، خلاص مش هيعرف ينافس على الدوري. قسما بالله، قسما بالله اللي بيحصل في الزمالك ده عهر. اللي بيحصل في الزمالك ده ما ينفع. اللي بيحصل في الزمالك ده ما ينفع، ولازم رجاله تجيب حق نادي الزمالك عشان اللي بيحصل فيهم ده مش قليل. سلام.